بجد كان عنده حق انطونيو كونتي لما قال انه نفسه في يوم واحد بس عادي في الدوري الانجليزي. فعلا الدوري ده كل اسبوع فيه حاجة غريبة جدا ومجنونة بتحصل. وطبعا مهاز التحكيم، حكم ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام عمل قرار غريب جدا في اخر دقيقة من الماتش والنتيجة 3-3. ايرلينج هالاند بيتعمل عليه فاول، وبما انه جت توحيطة ما بيقعش وبيكمل، الحكم بيشاور وبيدي اتاحة الفرصة. هالاند بيلعب كرة طويلة لجريليش اللي بينفرد وهو مش اوفسايد، فجأة الحكم بيصفر ويرجع الكرة ضربة حرة لمانشستر سيتي، الحاجة اللي خلت هالاند يتجنن وباب جراديولا يتشقلب في الارض. وبجد لحد دلوقتي محدش يعرف الحكم كان بيفكر في ايه. ليفربول بقى بيثبت بالظبط اللي انا كنت بقوله من حلقتين كده. ليفربول بقى العشرة دول من اكتر من 14 هدف متوقع ضده، وارد جدا ان الفترة الجاية ليفربول يبدأ يدخل فيه جوان اكتر من اللي شفناها في اول 12 ماتش. ولكن في الاخر بيكسبوا الماتش عشان بقوا اول فرقه يمكن في تاريخ الكوره يسجلوا 4 تجوان من بره منطقه الجزاء، 3 منهم في المقص. وفي وسط بقى كل الجنون والعشوائيه دي، ارسنال زي ما قلت قبل كده بالهدوء والتحكم بيفضل اول الدوري. بجد بنشوف العجب من الحكام في الدوري ده. ماتش مانشستر سيتي وليفربول كان ماتش تقيل جدا، ولكن شكل الحكم كده في الاخر بوظه. ولكن هنبطل كلام عن الحكم شويه ونتكلم عن الماتش، هنلاقي ان الشوط الاول من الماتش ده مانشستر سيتي كانوا مبهدلين توتنهام، وكان سهل جدا لو كملوا على كده الماتش يخلص 5-6 في الشوط الثاني. ولكن بوستكوغلو بين الشوطين قام مغير شويه في خطته، وقام مرجع كولوسيفسكي ناحيه اليمين وجايب لو سيلسو في وسط الملعب. الاثنين لعيبه دول اللي سجلوا له الجولين وغيروا اداء توتنهام تماما في الشوط الثاني. ولكن بالرغم من ده مانشستر سيتي بصراحه كان لازم يكسبوا الماتش. مانشستر سيتي في الماتش ده عمل اكتر من 3 اهداف متوقعه في الوقت اللي توتنهام عمل نص بس. من اكبر اسباب ضياع الفرص لسيتي على غير العاده هو ايرلينج هالاند. في الماتش ده بقى لاول مره في تاريخه يشوط 5 شوط على الجون، ولا واحده منهم ما بين الثلاث خشبات. ولتكمله الجنون كده، سون بقى اول لاعب في التاريخ يجيب جون لفرقته ويجيب جون في نفسه، والفرق ما بينهم 137 ثانيه بس. الحاجه التانية اللي نطلع بيها من الماتش ده ان اكيد توتنهام عقده مانشستر سيتي وبيب جوارديولا. مانشستر سيتي ولا مره في اخر 6 مواسم عرف يكسب توتنهام رايح راجع. بس كده اخر 6 ماتشات توتنهام لعبها قدام مانشستر سيتي، توتنهام كسب 3، اتعادلوا 2، وسيتي كسب ماتش واحد بس وكان الموسم اللي فات. ده المهم بقى ان لا غلطة الحكم ولا التعادل اوحش حاجة حصلوا للسيتي في الماتش ده. اوحش حاجة هي الانذار اللي خده رودري، وده معناه انه هيتوقف الماتش الجاي ومش هيلعب في ماتشهم في وسط الاسبوع قدام استون فيلا في استون فيلا، الماتش اللي فعلا تقيل وصعب جدا. وكلنا شفنا اخر مرة رودري كان موقوف سيتي عمل ايه. لعبوا 3 ماتشات خسروا ال3. ليفربول بقى مش بس زي ما قلت هم ملوك العشوائيه، ولكن هم برضو ملوك الرومنتادا. ليفربول سنه 2023 اكتر فريق في الدوري جمع نقط بعد ما كان خسران في ماتشات، مجمع لحد دلوقتي 21 نقطه. اقرب فرقه له في المركز الثاني ارسنال ب 15 نقطه. ولكن على قد ما الريمونتادات دي قصيه كويسه لاي فرقه، ولكن الاحسن ما تبقاش خسران من الاول. محمد صلاح بقى لو سجل او صنع جون في الماتشين الجايين لليفربول هيبقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري عمل كده في ماتشات متتاليه. صلاح دلوقتي في المركز الرابع ب 16 ماتش متتالي بعد ألان شيرر وتيري هنري. من هنري اروح لارسنال اللي بهدوء وبتحكم خلص ماتشه بدري. كنت اتكلمت قبل كده ان ارسنال عنده مشكله الموسم ده، وهي التسجيل بدري في الماتشات. الموسم اللي فات ارسنال كان جايب 12% من اجوانه في اول ربع ساعه من ماتشاته. الموسم ده لغايه ماتش وولفز كان مسجل 0. لكن في ماتش وولفز شفنا ارسنال بتاع الموسم اللي فات وسجل جونين في اول 13 دقيقه، الحاجه اللي خليته يستريح ويخلص الماتش بدري. وانا بتكلم على ليفربول قلت الاحسن من ان انت تعمل ريمونتادا ان انت تتقدم انت في النتيجه وما تحتاجش الريمونتادا دي. ارسنال في اخر 44 ماتش تقدم فيهم في النتيجه ما خسرش ولا ماتش، وبالجونين اللي جابهم ارسنال كده بقى خامس فرقه في كل دوريات اوروبا توصل ل 100 جون في سنه 2023 بعد مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. بحس ان انا كل اسبوع بتكلم عن بوكايو ساكا، ولكن بالجون اللي جابه الاسبوع ده بوكايو ساكا كده جايب جوان لارسنال اكتر من الاجوان اللي جابها فابريجاس لارسنال. نسيب بقى هدوء ارسنال ونرجع للجنون تاني بتشيلسي ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اللي بالرغم من ادائه السيء جدا في ال5 ماتشات اللي فاتوا، ولكن كان عامل نتائج كويسه جدا، بييجوا يتمرمطوا قدام نيوكاسل والماتش بيخلص باعجوبه 1-0 بس. المهم بقى مانشستر يونايتد عنده مشكله في الدفاع اي حد ممكن يشوفها، لكن عشان تتخيلوا المشكله دي قد ايه، مانشستر يونايتد بيستقبل شوط على الجون في ال90 اكتر
من 3 فرق اللي هبطوا في الدوري الموسم اللي فات كانوا بيستقبلوها. بصراحة ده مستوى سيء جدا لفرقة بتفكر تدخل دوري الأبطال. وتشيلسي بقى اللي حالف ان كل ماتشاته لازم يدخل فيها في 5 تجوان. المهم الفوز ده كان رابع فوز بس لتشيلسي على ارضه في ستانفورد بريدج السنه دي. سنه 2023 كلها تشيلسي كسب 4 ماتشات بس على ارضه. في الاخر عايز اقول ان فعلا ده دوري مجنون. بقى ليفربول يسجل 4 تجوان، سيتي يسجلوا 3، ولا صلاح ولا هالاند يجيبوا ولا جون. ضاعت نقط الفانتسي. واشوفكم الحلقه الجايه.